شيء كثير تاريخي لو المنتخب المغربي عملها ورطوها تحتها مليون خط. إذا كان ليونيل ميسي في يومه صدقني بأنه لا هولندا ولا برازيل ولا أي منتخب، مع احترامي لجميع المنتخبات، ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا اخوان؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم ان شاء الله انا عارف ان كنتوا الان متفاجئين انه وين بالشهر دائما انا اصور، يعني دائما اصور في المكان اللي انا جهزته عشان اصور فيه، ولكن اليوم انا حبيت شوي هيك اغير نفسيه ونرجع لمكاننا القديم شوي، هيك فيديو هيك وفيديو هيك. معلش، المهم انه يكون المحتوى رائع، والمهم يكون هيك الصورة زي ما انتم شايفينها جميلة جدا، وان شاء الله انها تنال اعجابكم. ان شاء الله نحن راح نتوقع مين هم راح يتأهلوا لدور النصف النهائي من كأس العالم. توقعاتي الماضية في دور 16 من كأس العالم انا حصلت على 6 من 8. ما بدي ادخل التفاصيل كثير، خلينا اول شيء نحكي المقدمة زي ما دائما نحكيها. اذا كنت اول مرة تشوف قناتي يا ريت تشترك تحت في القناة وتحط لايك على هذا الفيديو، تشوف الفيديوهات اللي انا اعملها، وانا متأكد ومتيقن باذن الله سبحانه وتعالى ان هالفيديوهات راح تنال اعجابك. في القناة وحط لايك على الفيديو عشان يرتفع، وتابعني على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، وخليني انا وياك نتوقع مين راح يتأهل لدور النصف النهائي. وخليني راح احكي لك ايش راح اعمل بفتره الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي من كاس العالم ان شاء الله. وخلينا زي ما دائما انا احكيها، بسم الله وتوكلنا على الله. نبدا اول شيء بالتسلسل الترتيب حسب المباريات. مباراه كرواتيا ومباراه المنتخب البرازيلي. للامانه هو زي ما حكيتها ممكن بالفيديو الماضي، انا حكيت بان البرازيل هو الاجهز او المرشح الاول لنيل كاس العالم. نعم للامانه البرازيل ظهر في الشوط الاول، لو كمل على نهج الشوط الاول امام كوريا الجنوبيه انا ازمها بان البرازيل راح يتوج بطلا لكاس العالم للمره السادسه في تاريخه. البرازيل للامانه يعني منتخب مرعب للامانه. لما تشوف انت الشوط الاول امام كوريا الجنوبيه كيف سحق كوريا الجنوبيه شمالا وجنوبا، الاطراف عنده رائعه، الاجنحه عندهم مميزه، عوده نيمار كان سبب رئيسي بانه البرازيل يقدم مستويات طيبه للامانه، الوسط عنده متكامل، اللاعبين كلهم الجرينتا الرائعه او الروح الذي يقدموها في الملعب. 90 دقيقه تجد ان البرازيل صعب انه يتعب. البرازيل للامانه في الشوط الثاني هو الذي خفض الرتم امام كوريا الجنوبيه، وهو الذي اصلا اعطى لكوريا الجنوبيه الهدف اللي ممكن نحكيه نحن الهدف الشرفي. ولكن البرازيل لو انه حافظ على نفس الرتم انا اتوقع انه راح يفوز على كوريا الجنوبيه. لو حافظ على نفس الرتم يفوز 9 يفوز 10. من جهه اخرى اللي هو المنتخب الكرواتي فاز بضربات الترجيح، يعني لاعب 120 دقيقه. المنتخب الكرواتي نعم يفرق بالحاله البدنيه، نعم تمام، صحيح ان الفريقين اخذوا قسط من الراحه، ولكن يبقى الفريق متعب بدنيا لانه لعب تقريبا 120 دقيقه، ولعب بعدها كمان ركلات جزاء، وفاز بركلات جزاء امام المنتخب الياباني الذي كان افضل منه في مباراته امام المنتخب الكرواتي. اذا يا بشار انت شو تتوقع ما بين البرازيل وكرواتيا؟ انا اتوقعها بان البرازيل هي اللي راح تصعد لنصف النهائي من كاس العالم. نروح للمباراه الثانيه، والمباراه يعني اللي راح انا اكون متوتر فيها، والتوتر فيها الف، اللي ان شاء الله راح تكون بكره، مباراه المنتخب الارجنتيني الهولندي. تمام، نحن حكيت امبارح انه المنتخب الارجنتيني هو الاقل حظوظا لكاس العالم، ولكن في عالم كره القدم دائما ما تجد انه الاقل حظوظا هو ممكن انه يفوز في اللقب، والله العظيم بدون اي ادنى شك. دائما لو تشوف في بطوله كاس العالم 22 في قطر انه اقل حظوظا دائما هو اللي يفوز. تخيل المغرب الان خرجت المنتخب الاسباني، تخيل المغرب تصدرت امام كرواتيا وبلجيكا، والمغرب الان هي اللي حصلنا الاسود في البطوله. تخيل بان تونس فازت على حامله اللقب المنتخب الفرنسي. اذا الافرقه او المنتخبات الضعيفه اللي احنا كنا نتوقعها انها ضعيفه هي كانت لها سطوه في هاي البطوله. اذا انت ما تتوقع، لكن المنتخب الارجنتيني يعني انا اتوقع مسلحا بعامل ليونيل ميسي. اذا كان ليونيل ميسي خطوها تحتها مليون خط، اذا كان ليونيل ميسي في يومه صدقني بانه لا هولندا ولا برازيل ولا اي منتخب، مع احترامي لجميع المنتخبات، ولكن اذا ميسي كان في يومه ليونيل ميسي سيؤهل المنتخب الارجنتيني الى دور النصف النهائي من كاس العالم، حتى بوجود فانخال، حتى بوجود المنتخب الهولندي مسلحا. المنتخب الهولندي قوي جدا على فكره. حكينا نحن عن لاعبه المهم، حكينا عنه عن وسطه بالنسبه لفرينك ديوغ، حكينا عن فيس ديباي، حكينا عن كودو، عن لاعبين المنتخب الهولندي. منتخب قوي جدا، خصوصا مع مدرب تكتيكي بحت، خصوصا بانه هذا المدرب بانه كمان يريد الثار من المنتخب الارجنتيني. يعني بعد ضربات جزاء امام المنتخب الهولندي في 2014 في البرازيل في كاس العالم، فاكيد يريدون الثار. فهي مباراه لها في كثير معطيات ان شاء الله، ولكن توقعاتي تصب في مصلحه المنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني هو اللي راح يتاهل على حساب المنتخب الهولندي. هاي هي توقعاتي، الله اعلم، وهاي هي تمنياتي كمان بان نشوف كلاسيكو الارض ما بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب البرازيلي. تخيل انك تشوف هذا الكلاسيكو في نصف نهائي سابق عن اوانه، اللي هو يجب ان يعد نهائي في كاس العالم، ولكن اتمنى ان احنا نشوف برازيل وارجنتين في نصف نهائي.
روح للمباراة اللي بعدها، مباراة المنتخب الفرنسي والمباراة المنتخب الانجليزي، ويا لها من مباراة قوية جدا. مباراة انا اتوقعها للامانة لما انت تشوف المنتخب الانجليزي بانه هالمنتخب يلعب ركلات ضربات مرتدة، وحكيتها قبل هاي المرة، والمنتخب الفرنسي كمان يلعب ضربات مرتدة. المنتخب الفرنسي يمتلك كيليان مبابي، يمتلك عثمان ديمبلي، يمتلك جيرو، ويمتلك قبلهم تشاوميني. اذا عندهم ضربات مرتدة خيالية بعد سرعات الرائعة من كيليان مبابي. كمان نفس الشيء المنتخب الانجليزي بعد سرعات الرائعة من كمان ساكا. ممكن نشوف هاندرسون يلعب كمان في الوسط، ممكن نشوف هاري كين اكيد هجوم كاسح. فتخيل تشوف هاري كين مع جيرو، اثنين ما شاء الله عليهم، اثنين يعدوا من المهاجمين الرائعين في بطولة كأس العالم. بالنسبة نتحدث عن جيرو، بالنسبة نتحدث عن هاري كين. ولكن انك انت شو حاسس تتوقع؟ والله العظيم صعب جدا انك انت تتوقع ما بين فرنسا حامل لقب كأس العالم وبين المنتخب الانجليزي ذو قدم مستويات جيدة. حكينا انه الانجليز فاز على السنغال 3-0، وفاز على المنتخب الايراني 6-2، وفاز على المنتخب الويلز 3-0. هو ممكن فقط الاخفاق الوحيد، وما كان اخفاق، هو انه تعادل بدون اهداف امام المنتخب الولايات المتحدة الامريكية. لكن المنتخب الفرنسي ظهر اداء رائع للامانة، سواء في مباراة المنتخب التونسي الذي استطاع أن يفوز على حامل اللقب في كأس العالم. ولكن احنا ما بنحكي عن معطيات كثير، لأن الأمانة في كأس العالم أي مباراة ما تقدر تتوقعها، ولكن توقعاتي تصف في مصب أو لمصلحة المنتخب الفرنسي. أنا أتوقع بأن فرنسا هي راح تتأهل على حساب إنجلترا، والمباراة راح تكون كثير صعبة. ممكن كمان نشوفها تمتد لأوقات إضافية، ممكن كمان نشوفها تمتد لركلات جزاء. ولكن أنا حاس أو توقعاتي بأنه راح تكون المباراة لمصلحة المنتخب الفرنسي. إذا أنا هيك أهلت المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي والمنتخب الفرنسي. نجي الآن لأسود الأطلس. أسود الأطلس راح يقابل منتخب البرتغال. تمام. المباراة قوية جدا، مباراة صعبة. البرتغال مش زي إسبانيا، البرتغال شفناه فاز 6-1 على المنتخب السويسري، والبرتغال منتخب قوي جدا وراح يدخل المباراة بقوة بالغة، خصوصا انه كمان حتى بدون كريستيانو رونالدو كان مسجل 5. فإذا كريستيانو رونالدو متوقع انك انت تشوف ممكن كريستيانو رونالدو بديل، ولكن انا حابب انه يكون اساسي، لانه رونالدو قيمته في المباراة للاسف قلت. ولكن تأمنوا لكريستيانو رونالدو، لانه ممكن يلدغك في اي لحظة. هذول اللاعبين اللي يكونوا تاريخيين في كرة القدم ممكن في اي لحظة تجده في اي هفوة ممكن انه يرجع للميدان، لانه خلص 15 سنة وهو يلعب في كرة القدم، اكيد له خبرة طويلة وباع طويل في هذه البطولة، خصوصا كأس العالم هذا الخامس له لكريستيانو رونالدو. فلا تأمن ابدا لكريستيانو رونالدو. في كثير ناس او في كثير مشجعين المنتخب المغربي والمنتخبات العربيه يطالب ان كريستيانو رونالدو يتواجد اساسيا لكي يكون لهم هجومي بوجود كريستيانو رونالدو. نعم، في بعض مشجعين المنتخبات العربيه ومشجعين المنتخب المغربي طالب بوجود كريستيانو رونالدو اساسيا. ليش؟ عشان بانه كريستيانو رونالدو يسبب عقم هجومي، او كريستيانو رونالدو راح يكون ضعيف للغايه. ولكن انا احكي لكم اياها وانا اشدد تاكيدي بان كريستيانو رونالدو لا تامن ابدا لكريستيانو رونالدو، لانه يعد لاعب تاريخي. يعني اكيد شيء طبيعي بان كريستيانو رونالدو هو من افضل اللاعبين في تاريخ كره القدم، انه كريستيانو رونالدو ممكن متوقع انك تشوفه بديلا، ولا تأمنوا لكريستيانو رونالدو. ولكن أسود الأطلس بإذن الله راح يكونوا قدها إن شاء الله. توقعاتي بأن المنتخب المغربي راح يعملها وراح يتأهل نصف نهائي كأس العالم. لكن أرجع وأحكيها مرة ثانية، أنا هو بالأخير توقع، وهو أكيد كان تمني. أنا أتمنى بأن المنتخب المغربي بإذن الله يتأهل لنصف نهائي من كأس العالم. ولكن أرجع أحكيها، إذا المغرب عرف كيف يفوز على المنتخب البرتغالي، وعرف كيف يتحكم برتم المباراة اللي بريد راكراكي لاعبين بشكل عام، ويعرفوا إنهم يحافظوا على حماسهم طوال المباراة، ممكن انهم نعم يفوزوا. وانا توقعاتي باذن الله انهم يفوزوا على المنتخب البرتغالي. ولكن اذا شفنا في تشتيت تركيز المنتخب المغربي في بدايه اللقاء، وشفنا في اهداف للمنتخب البرتغالي، ممكن المنتخب البرتغالي يفوز ويتاهل نصف النهائي. فلذلك يجب علينا ان نكون مركزين طول المباراه. يجب على المدرب بان يحفز الفريق ويحفز المنتخب بانهم نعم قادرين حتى نوصل نصف نهائي من كاس العالم بالنسبه للمنتخب المغربي. وراح يكون شيء كثير تاريخي لو المنتخب المغربي عملها وصل لنصف نهائي كأس العالم. إذا أنا هالت المنتخب الأرجنتيني راح يكون إن شاء الله مقابلة المنتخب البرازيلي، والمنتخب الفرنسي راح يقابل المنتخب المغربي. إن شاء الله المنتخب المغربي يا شباب ركزوا بإذن الله أنكم تقدروا تتأهلوا. إذا حافظتوا على تركيزكم وابعدتوا عن التشتيت بإذن الله المنتخب المغربي غير يحرز بطاقة العبور. في ملاحظة بسيطة إن شاء الله غدا ممكن نشوف فيديو قبل المباراة نتحدث فيه كل متوقع، نتحدث فيه عن أبرز الغيابات، نتحدث فيها عن كثير من الأمور. لا ما بعرف، ممكن أعمل فيديو قبل المباريات اللي راح تحدث، واكيد راح يكون في فيديو بعد المباريات نتحدث فيه عن المباريات. ولكن قبل المباريات الى الان ممكن كمان نشوف انه ممكن البسه كمان او القطه ترجع تتوقع معي قبل المباريات، الله اعلم. خلينا ننتظر لبكره ان شاء الله. لو الفيديو عجبك لا تنسى تشترك في القناه وتحط لايك على هذا الفيديو، ضع توقعاتك تحت في التعليقات، توقعات مين متوقع انه راح يتاهل لدور نصف نهائي من كاس العالم. تابعنا حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، وان شاء الله اني ممكن طولت عليك. السلام عليكم.